السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. آه بقالي كتير ما كنتش طلعت معاكم، معلش. كان عندي ظروف كده، يعني حاجات كتير، وكان في حالة وفاة، الحمد لله على كل شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب. آه النهاردة طبعا بداية ماتش مصر بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراة مع زيمبابوي، الفريق اللي المفروض أضعف فريق في المجموعة بتاعتنا، اللي فيها أنجولا واللي فيها جنوب أفريقيا. وكان كلام كتير جدا قبل مباراة مصر الأولى في كأس الأمم الأفريقية، إن المفروض المباراة دي أنت تطلع بيها بالثلاث نقاط علشان خاطر تدي نفسك الدفعة المعنوية بالنسبة للماتشات القادمة، لأن الماتشات اللي جاية اللي هتلعب فيها مع جنوب أفريقيا أو أنجولا هي فرق كمستوى أعلى بكتير من زيمبابوي. فأنت بتحاول النهاردة إنك أنت تخرج بأكبر عدد من الأهداف، وفي نفس الوقت بالنقاط بتاعة المباراة، علشان خاطر تبقى أنت قدامك الماتشات الجاية أكتر، وفي نفس الوقت تقدر إن أنت تحط رجلين اللعيبة في الملعب، لإن طبعًا الناس اللي لعبت كورة أو أغلب الناس طبعًا عارفة إن الدورات المجمعة اللعيبة بتبدأ تدخل في الريتم بتاع البطولة واحدة واحدة، مش من أول ماتش. فأنت محتاج إن أنت تبدأ تخلّي اللعيبة دي تبدأ تدريجيًا واحدة واحدة تدخل في الماتشات. فأنت النهارده كان عليك إن أنت تخلّي اللعيبة دي تقدر تدخل في أجواء البطولة، ومن خلالها تقدر تحصل على ال3 نقاط، وتدّي دفعة معنوية للفريق إنك أنت إن شاء الله في الماتشات القادمة يبقى أداءك أحسن، تقدر إن أنت تحصد أكبر عدد من النقاط عشان تتأهل. ولكن في البداية خالص أنا استغربت بالتشكيل اللي نزل بيه حسام حسن. أولًا مقولة معروفة دائمًا وأبدًا: ما ينفعش تغيّر في الدفاع. الدفاع من الخطوط اللي أنت ما ينفعش تغيّر فيها هي وحراسة المرمى، علشان دايمًا بيبقى في توازن وتفاهم مع بعض. يعني اللعيبة اللي دايمًا بتلعب مع بعض كسنتر باكين بيبقوا فاهمين مع بعض إمتى أنا أطلع، إمتى أنت تغطي، ضبطة الأوفسايد، التوزيعة والوقفة في الملعب إزاي، أنت هتدخل على اللاعب ده، مراقبة اللعيبة الخطرة، طب أنت هتضغط عليه وأنا هأمِّن عليك إزاي. الحاجات دي بتبقى نتيجة إن هم متمرسين في اللعب مع بعض، بالذات لو كانوا قلبين دفاع عارفين بعض كويس زي رامي ربيعة وياسر إبراهيم. فكرة إن حسام حسن النهارده لمّا يبدأ ب حسام عبد المجيد، على فكرة أنا ما عنديش حاجة ضد حسام عبد المجيد، هو لاعب محترم جدًا ولاعب كويس جدًا، عشان ما حدش بس يقول لي إن أنا باقول الكلام هاهاجم حسام عبد المجيد عشان أنا أهلاوي وهو بيلعب في الزمالك، والكلام الفارغ ده اللي أنا باسمعه، أكيد الكلام ده مش حقيقي، وإحنا هنا بنتكلم باسم مصر، عشان بس في ناس عندها عقليات أنا ما أعرفش هي إزاي بتقول الكلام ده في وقت إحنا بنتكلم فيه على منتخب مصر، بس أنا حبيت أوضّح النقطة دي. في البداية خالص التشكيل كان محمد شناوي، قلبين الدفاع حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال محمد حمدي، قلبين نُص ملعب بيلعب ب2 نُص ملعب ارتكاز، مروان عطية وحمدي فتحي، قدامهم إمام عاشور، وسترايكر م عمر مرموش وتريزيجيه ناحية الشمال، ومحمد صلاح ناحية اليمين. ده التشكيل اللي نزل بيه كابتن حسام حسن. ولكن أنا بالنسبة لي التشكيل يعني عليه علامات استفهام كتير جدًا، جدًا، جدًا. هامشي معاكم واحدة، واحدة في التشكيل. زي ما كنت باتكلم على حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم، هم يفتقدوا للتنسيق والتناغم مع بعض، لإن هم ما عمرهم ما لعبوا مع بعض، ما لعبوش غير ماتش واحد بس اللي هو كان مع نيجيريا، وده كان الماتش الأخير الودي. وفي الماتشات الودية اللي بتبقى بالذات قبل بطولات مجمعة، اللعيبة ما بتبقاش عايزة تطلّع كل حاجة، وبتبقى بتلعب على الهادي كده، بحيث إن هي إيه، يعني أنا خايف من إصابات، أنا عايز إن أنا أمشّي الدنيا لحد ما أوصل للبطولة، فبيبقى اللعب ما فيهوش القوة بتاعة البطولة المجمعة. فما تقدرش تحكم إن هُم لمّا لعبوا مع بعض الماتش ده، إن هُم الاتنين قادرين يبقوا متناغمين مع بعض، ودي النقطة الأولى. النقطة التانية، أنا ممكن أفهم إن حسام حسن لعّب حسام عبد المجيد علشان يدخّله في أجواء البطولة، علشان لو احتاجه في ماتش من الماتشات اللي جاية، يبقى دخّل في الريتم، ما يجيش في الماتشات الصعبة ويدخّله على طول، وده فكر يُحترم. يعني لو هو هيبقى بيلعب أساسًا بعد كده برامي ربيعة وياسر إبراهيم،
والتالت بتاعهم هو حسام عبد المجيد، فهو بيحاول قال لك إن الماتش ده سهل شوية، فأنا ممكن أدخّل حسام عبد المجيد في البطولة، بحيث إن هو يبقى رجليه في الملعب، وفي نفس الوقت لو احتاجته في أي وقت بعد كده يبقى هو ما اتخدتوش مرّة واحدة نزّلته في البطولة، لأ ده خد الريتم بتاع البطولة. لو حسام حسن بيفكّر من المنطلق ده أتفهّمه وأقول له أوكي، تمام، فدي ممكن تعدّي. لكن النقطة التانية اللي ما تعدّيش هو وجود محمد حمدي ناحية الشمال، في حين إن أنت عندك أحمد فتوح اللي عنده مهارة أعلى، اللي تكتيكيًا أحسن بكتير، اللاعب اللي بيقدر يخرج بالكورة من تحت الضغط، اللاعب اللي أوفراته سليمة، اللاعب اللي بيعمل لك الإضافة الهجومية وعنده الجزء الدفاعي. محمد حمدي اللاعب اللي هو بُصّوا يا جماعة أنا مش هاخد الrisk pass، أنا هالعب على تمام، أنا أقرب لاعب ليّا هادّي له وبتاع، أوفراته ما بيعرفش يعمل أوفرات، مساندته الهجومية مش قوي في المساندة الهجومية، وit's okay في الحالة الدفاعية، يعني هو لا هو قوي أوي دفاعيًا ولا هو قوي أوي هجوميًا، يعني لو أنت هتقارن لأ فتوح طبعًا أقوى بكتير من جميع النواحي، فدي بالنسبة لي اللي ما كانش ليها أي تبرير إن أنت ما تبدأش بفتوح. كمان إنك بتلعب 2 ارتكاز مروان عطية وحمدي فتحي، حمدي فتحي مستواه من بعد ما مشي من الأهلي يا جماعة وِحِش أوي، وإحنا شُفناه حتى في كأس العالم للأندية، كمان الماتش ده أنت مش بتلاعب فريق بيضغط عليك، أنت بتلاعب فريق هيبقى مسيّب لك الاستحواذ ومتكتّل قدّام مرماه، وبيحاول يلعب على الهجمات المرتدة، وده فعلًا هم عملوه، فأنت دور حمدي فتحي في الملعب ما لوش أي دور، فكان المفروض إنك أنت تطلّع حمدي فتحي ويبقى مروان عطية، إمام عاشور، وزيزو. ال3 دول هم اللي يبقوا موجودين في وسط الملعب. زيزو اللي بيميل ناحية اليمين شوية، بيبقى في ضهر محمد صلاح قدّام محمد هاني، لإن محمد صلاح ما بيرجعش يدافع، وبالتالي فأنت بتدّي له حرية، لإن محمد صلاح لمّا بيسحب المدافع معاه، بتدّي حرية لزيزو اللي يلعب أوفرات ويروح من ناحية اليمين. إمام عاشور اللي بيقدر يلعب 8 ويقدر يلعب 10 ويقدر يلعب 6 ووراهم بيأمِّن مروان عطية، فأنت already عندك القوة الهجومية اللي بتضغط بيها على الفريق اللي قدّامك، لأن الفريق اللي قدّامك مش هيهاجمك، وعندك مأمِّن بمروان عطية، ولو في حد يعني أو في هجمات مرتدة عليك أو في ضغط عليك، إمام عاشور يقدر يعمل الكلام ده، زيزو ممكن يضم، محمد هاني يقدر يضم لقلب الملعب، وزيزو يرجع يقفل مكان محمد هاني، يعني عندك مرونة تكتيكية في الحتّة دي، لكن وجود حمدي فتحي بيمنع كل اللي أنا قُلته ده إن هو يبقى موجود، فدي تاني حاجة بالنسبة لي كانت غريبة. تالت حاجة عدم وجود مهاجم صريح زي مصطفى محمد، مصطفى محمد أنت مش هتلعب على الكرات الطويلة، بس مصطفى محمد عنده قوة مش موجودة عند عمر مرموش، إن هو بيقدر ياخد الكورة ويعمل لك الكورة زي الهدف اللي محمد صلاح جابه، إن أنت بيسلّم الكورة أو بيعمل لك محطة، إن الكورة يبقى يلعبها بالhead لحد ييجي من ورا يقطع مرموش أو محمد صلاح أو زيزو أو أيًا كان، ويبدأ يلعب إن هو يهدِّف، فأنت محتاج اللاعب ده اللي لو هتلعب على الكرات الطويلة أو هتلعب على الأوفرات يبقى لازم موجود، فأنت كان لازم يبقى مصطفى محمد موجود في بداية المباراة، فدي تالت حاجة. لعبت مح مص محم عمر مرموش إن هو يبقى مكان مصطفى محمد كstriker، ودي أكبر حاجة حتى دي مأثّرة على عمر مرموش في الCity، لمّا جوارديولا بيطلّع هالاند ويلاعب عمر مرموش كstriker صريح، عمر مرموش مش striker صريح، حتى في فرانكفورت ما كانش بيلعب striker صريح، كان بيلعب بيروح من الطرف ويدخل إلى قلب الملعب، ويدخل إن هو يروح يهدِّف ويجيب أجوال، زي الجول اللي هو جابه، دايمًا بيلعب من ناحية الطرف أو من نُص الملعب بيروح، لكن تلعبه striker صريح، أنت كده بتقتل كل إمكانيات عمر مرموش، فدي كانت بالنسبة لي برضه غريبة. تريزيجيه ما بيمُرّش بأحسن أحواله، لسه راجع من إصابة مع الأهلي ولسه عامل أعتقد يعني ده اللي أنا عارفه إن هو كان بيعمل حاجة في أسنانه، فهو لسه مش جاهز، كمان تريزيجيه في الفترة الأخيرة مش في أحسن مستوياته. فكان الأفضل إنك تلعب بمحمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش، عمر مرموش على ناحية الشمال هيبقى في ضهره أحمد فتوح، 2 لعيبة مهاريين جدًا بيعملوا overlap مع بعض، بيعدّي، بيفتح، بيخش، بيعمل أوفرات، بيستلم، بيخش، بيشوط، قدّامهم إمام عاشور أو وراهم إمام عاشور وزيزو، ناحية الشمال محمد صلاح اللي يقدر يدخل لقلب الملعب ويفتح مكان لزيزو، ومصطفى محمد الstriker، ده كان المفروض اللي يبقى
التشكيل بتاع منتخب مصر النهارده كنت تقدر تضغط بيه على فريق زيمبابوي وتقدر من خلاله تهدّف، ولكن آآ كابتن حسام حسن ما عملش أي حاجة من الكلام ده، وبعد كده اكتشف إن هو بدأ التشكيل غلط، فقرر إن هو يضحي بإمام عاشور يطلّعه علشان خاطر ينزّل مصطفى محمد. طب ما أنت كنت ممكن تعمل حاجة بسيطة جدًا، طلّع حمدي فتحي ونزّل مصطفى محمد. يعني لو هي كده طلّع حمدي فتحي ونزّل مصطفى محمد، وخلّي إمام عاشور هو اللي ورا، بحيث إن هو يقدر يدّي النزعة الهجومية، وهيرحّل ناحية الشمال عمر مرموش، ودخّل تريزيجيه لقلب الملعب نُص ملعب وخلاص، الدنيا بقت سهلة، بحيث إن أنت يعني تدّي القوة الهجومية بالنسبة لمنتخب مصر، بس حتى التغيير ده كان عليه علامة استفهام بالنسبة لي. الشوط الأولاني من منتخب مصر في محاولات أنت بتحاول تهاجم، بتهدِّف ويعني عايز تهدِّف بتضيّع فرص، ولكن تحس إن الفريق متلخبط، يعني الوقفة في الملعب غلط، وده اللي أنا كنت باقوله بسبب التشكيلة، تحسّي إن كل يعني في كورة عمر مرموش عايز يباصيها لتريزيجيه خبطت في رجل إمام عاشور، تحسّي إن اللعيبة واقفة غلط. إن التوزيعة بتاعتهم في الملعب غلط، هم مش قادرين لسه يتناغموا ويفهموا بعض في الوقفة دي، ودي مشكلة كبيرة كان السبب فيها حسام حسن. طبعًا تلقيت الهدف الأولاني بعدم الضغط بتاع محمد حمدي، وده اللي أنا كنت باقوله هو مش قوي دفاعيًا ودايمًا بيرجع لآخر مرحلة خالص لحد ال18 وبيدّي المساحة للمهاجم إن هو يعمل أوفرات ودي حاجة غريبة. فتوح ما بيعملش الحركة دي، لأ فتوح دايمًا بيروح يضغط، وبيحاول إن هو يضغط على اللاعب، ما يخلّوش يدّي له مساحة إن هو يعمل أوفرات. طبعًا اتلعبت الأوفر يعني سوء تقدير من حسام عبد المجيد، أنا ما أعرفش برضه حسام عبد المجيد تحس إن هو لسه عنده رهبة البطولة شوية، رايح وسايب الman بتاعه، هو ما فيش حد ناحية الشمال، أنت رايح مدّي يعني curve شمال ليه؟ ما في 2 لعيبة حمدي فتحي ومحمد حمدي مع اللاعب اللي بيعمل over، أنت رايح تالت تعمل إيه؟ دي بالنسبة لي كانت غريبة، فساب الman بتاعه، طبعًا الكرة اتلعبت وهو اتزحلق، اتشاطت، دخل الجول، والكرة دي على فكرة يُسأل عنها الشناوي، عشان بس برضه يعني أنا شايف إن الشناوي كان ممكن يجيبها، بس هو الشناوي نزل لها متأخر شوية، ومستوى الشناوي في الفترة الأخيرة مش عاجبني خالص، ومش حاسس بأمان معاه أوي، يعني في كرة برضه تانية في الشوط التاني اتشاطت عليه كده ضعيفة جدًا، قلشت منه ودخلت وعدِّت، كانت ممكن تخرج تدخل جول زي الجول اللي دخل فيه في نيجيريا مثلًا يعني. ففي حاجات كده برضه مع الشناوي أنا لسه ما زلت مش حاسس إن هو في أفضل حالاته، ومش حاسس إني بأمان أوي معاه، هل ممكن يكون لسه يعني برضه زيه زي أي لاعب من اللعيبة ما دخلش في أجواء البطولة؟ وارد، ولكن أنا ما عجبنيش يعني كنت شايف إن الشناوي يقدر يجيب الكورة اللي دخلت فينا جول. الشوط التاني بدأت أنت تسرّع الريتم شوية، وبدأت تضغط أكتر، بدأت يبقى في التحامات أكتر، بدأت إن أنت تحاول إن أنت تروح وتهدِّف وإن أنت تجيب أجوال. تريزيجيه كان طول الوقت بيحاول إن هو ياخد الكورة يضُم لجوّه ويحاول يشوط، ودي يا تريزيجيه خلاص أغلب اللعيبة بقت فاهمة إن أنت بتعمل كده. كمان محمد حمدي زي ما أنا قُلت ما بيساعدوش في الoverlap إن هو يطلع، على عكس فتوح لو موجود، إن هو بيطلع بسرعة وبيروح ويرفع الأوفرات، ما حصلتش غير مرتين 3 ولعبها وِحِش أوي محمد حمدي، يعني في كورة لعبها حلوة بعد كده بس كان تريزيجيه خرج ولعبها زيزو حطّها برّه، بس قبل كده كل الكورات بتاعته على الأرض وفي رجلين المدافعين الأوفر بتاعه مش حلو، على عكس فتوح. وكورة اتلعبت من محمد حمدي في ضهر المدافعين خدها عمر مرموش وراح رقّص وحطّها جول، الجول ده على فكرة كان لسه جايبه في الكاس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي بنفس الطريقة، ولكن كانت من ناحية الشمال، فعمر مرموش عنده القدرة إن هو دايمًا يسدّد وما شاء الله بيقدر يركن الكرة في زوايا صعبة، لعب واحدة في الشوط الأولاني طلّعها حارس المرمى، فعنده الحتّة دي، عشان كده كنت أفضّل إن مرموش يبقى هو اللي موجود ناحية الطرف مش تريزيجيه. بعد كده عملت التغييرات، نزّلت زيزو، طلّعت تريزيجيه، نزّلت إبراهيم عادل وطلّعت مروان عطية، لإنه عنده إنذار وخاف وعمل فاول تاني فخاف إن هو يتطرد، واعتمدت إن أنت تلعب بواحد بس في نُص الملعب اللي هو حمدي فتحي وكانت تمام، أيًا كان بقى إن يعني يعني الحتّة بتاعة إن أنت لعبت بواحد قلب ارتكاز أو نُص ملعب ارتكاز،
في الماتش فمشيت، فأنت ليه من البداية لعبت ب2 ارتكاز؟ وهي دي كانت المشكلة، وأنت هنا بقى أنت متعادل 1-1 يعني أنت عايز تكسب. فدي كانت بالنسبة لي مش عارف هل حسام حسن كان قلقان في البداية وبعد كده بدأ يقول لك لأ خلاص أنا أبدأ أضغط؟ يعني كويس إن هو عدِّل. إبراهيم عادل لمّا نزل إلى حدٍ ما فتح الجبهة شوية، بس كان عنده مشكلة إن هو كل كورة عايز يشوطها، كل كورة جاية له عايز يشوطها، كل كورة عايز يلعبها. يعني لازم برضه في وقت كده إن أنت تفكّر إن أنت تلعب مع زمايلك. كورة اتلعبت من محمد حمدي زي ما قُلت over زيزو لعبها برّه، كورة تانية مصطفى محمد لعبها برّه، كان في أكتر من كورة خطر إن أنت تقدر تسجّل من خلالها، ولكن في النهاية الكورة اتلعبت من إبراهيم عادل شاط، ارتدت من المدافعين، دخّل أحمد فتوح بعد ما نزل مكان محمد حمدي. لعبها بالهيد، ومصطفى محمد سقط لعبها بالخلف على أساس إن محمد صلاح شايفه إن هو يخش، محمد صلاح استلمها وحطّها جول. محمد صلاح النهارده ممكن ما يكونش كان أحسن يعني أداء ليه في المباراة، ولكن قدر يخلّص لك المباراة في اللحظات الحاسمة، ودي اللعيبة المهمة. يعني ميسي في كأس العالم بتاع قطر اللي خدوه، لمّا تيجي تبُص على ميسي طول البطولة، ميسي ما كانش ظاهر، ولكن ميسي في اللحظات الحاسمة كان بيخلّص. فاللعيبة الكبيرة اللي في الlevel ده بتقدر إن هي في لحظات معيّنة تخلّص لك المباراة، وقدر محمد صلاح إن هو يسجّل الهدف التاني ومصر الحمد لله كسبت. الحمد لله إن إحنا كسبنا، ولكن كأداء لأ، عليه علامات استفهام كتير، منظومة دفاعية عليها علامات استفهام كتير، كمنظومة نُص الملعب عليها علامات استفهام كتير، كخطط تكتيكية من حسام حسن عليها علامات استفهام كتير، ولكن، ولكن هنفضل نقول إحنا مع منتخب مصر. وإحنا نتمنى إن حسام حسن ينجح مع منتخب مصر، ولكن لازم يعدِّل من أفكاره ويلعب الفكر الصح ويحُط التشكيل الصح اللي يقدر من خلاله يتحكّم في مجريات الأمور ومجريات المباراة، ما يبقى هو جوّه الgame يكتشف إن لأ أنا بدأت غلط، فأنا أضطر إن أنا أعمل تغيير دلوقتي، فأنا أضطر إن أنا ألخبط، يعني لازم تبقى من البداية مذاكر ومحدِّد وأنت اللي ليك الlead، أنت اللي بتقود المباراة زي ما أنت مخطط ليها. أنت النهارده كسبت قدّام زيمبابوي اللي هو الفريق الأضعف في البطولة أو في المجموعة، ولكن أنت الماتشات الجاية بتاعتك مش سهلة. ماتشك الجاي مع جنوب أفريقيا اللي كسبت النهارده على فكرة جنوب أفريقيا أغلبه ماموليدي سان داونز. بيلعبوا كورة زي ما إحنا شُفنا، بيلعبوا كورة سريعة جدًا، عندهم شوط، عندهم مهارة، عندهم تكتيك، عندهم مدرب معاهم بقى له كتير وفاهم كويس أوي إزاي يلعب مع منتخب مصر. أنت يعني إلى حدٍ ما هتلعب مع فريق لأ، هتلعب مع فريق قوي جدًا، سريع، عندهم التحامات بدنية، عندهم مهارة، عندهم شوط، عندهم حاجات كتيرة أوي. وفي نفس الوقت هتلعب بعد كده مع أنجولا اللي عندها باصات سريعة، عندهم كورة حلوة جدًا. أنا اتفرّجت النهارده على الماتش ما كانش سهل خالص على جنوب أفريقيا. عندهم فريدي ده بيلعب الكرات الثابتة، لعيب كويس جدًا وبيلعب الكرات الثابتة بقوة وبإتقان على راس المهاجمين والمدافعين وهُم بيلعبوا على الكرات الثابتة، فأنت ماتشاتك الجاية أصعب بكتير من ماتش النهارده. فالتشكيل الأساسي اللي تنزل بيه لازم يكون تشكيل محكم. إن شاء الله بإذن الله في الماتشات الجاية أتمنى إن المستوى يبقى أحسن، أتمنى إن مستوى منتخب مصر خلال الفترة الجاية يوضّح ويقول إن أنا مش جاي أهرّج، لأ أنا واحد من المرشحين وجاي إن أنا أنافس على البطولة، وعندي اللعيبة وعندي القدرة وعندي التاريخ وعندي حاجات كتير من خلالها أقدر إن أنا إن شاء الله أكسب البطولة دي أو أوصل النهائي وأوصل لsemi final والfinal إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله البطولة تبقى من نصيبنا. كل التوفيق لمنتخب مصر. أتمنى إن حسام حسن يعدّل الحاجات دي ويبدأ إن هو يركّز شوية مع الخططية البسيطة والتمركزات بتاعة اللعيبة عشان ما يبقاش في عشوائية، وفي نفس الوقت نضيّق المساحات شوية. برضه عندنا مشكلة إن في مساحات كبيرة جدًا ما بين خط الدفاع وخط الوسط، محتاجين نضيّق المساحة دي شوية، إن اللعيبة تبقى compact أكتر وتلعب إن هي تضيّق المساحة وتبقى قريّبة من بعض شوية. كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله، ودايمًا
خليكم متابعينا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات. الناس ما بتعملش سبسكرايب بقالها كتير وما بتعملش تعليقات وبتاع. احنا بنتكلم في الكورة يا جماعة، شجعوا اخوكم عشان نفضل نجيب لكم كل حاجة خاصة بالكورة ان شاء الله. يا رب دايما بطولة موفقة لمنتخب مصر. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.